السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتونا جدا جدا. يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض سندوتش الشاورما القمر اللي قدامك ده. ليه تروح تجيبي سندوتش واحد لما انت ممكن بنفس التكلفة تعملي 5 6 سندوتشات؟ طعم جميل جدا جدا جدا، هتنافسي بيه شاورمة المحلات، وحاجة نظيفة انت عاملاها في البيت وضمناها. هقولك النهاردة على التريكات والحركات اللي هتخلي معاكي الشاورما كأنك جايباها من بره بالظبط. اولادك هيحبوه جدا جدا، وهتوفري كتير، وعلى الاقل زي ما قلت لك هتضمني صحتهم. اول حاجه انا عندي هنا نص كيلو من البانيه، قطعته رفيع خالص زي ما انتم شايفين. بتخلي الست بتاعه الفراخ او المكان اللي انت بتجيبيه من الفراخ تقطعها لك رفيعه، عشان الخطوه دي هتفرق معانا في التسويه. وبعدين هتمسكي شريحه شريحه، انا ماشيه معاكي براها خالص، هتقطعيها بالشكل ده، بشكل طولي ورفيع او صغير برضو. وهتكملي لحد ما تخلصي كل الشاورما او كل عفوا قطع البانيه اللي عندك النهارده. وانا قصده ان انا اصورلك بالبطيء علشان الخطوات كلها هتبقى قدامك. كده قطعنا النص كيلو البانيه اللي عندنا بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه، عشان تديكي نفس النتيجه او التقطيعه بتاعه المحلات بالظبط. هتبتدي تجيبي بوله واسعه، تركني قطع الفراخ على جنب، واي بوله واسعه شويه هتنزلي فيها بقطع الفراخ بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. الخطوة بقى اللي بعد كده الخلطة. تعالي اقولك النهاردة على احلى طريقة تعملي بيها خلطة الشاورما. طبعا اهم حاجة معانا في الشاورما الزبادي. هتنزلي بعلبة زبادي، علبة من الصغيرة بتاعت السوبر ماركت. وركزي معايا بقى في التوابل بتاعتي. نزلت بباربيكيو صوص، حوالي معلقة كبيرة من باربيكيو صوص، صوص المشاوي. وطبعا مش هننسى دبس الرمان، وده اساسي جدا معانا في الخلطة بتاعتنا يا جماعة النهاردة. ده هننزل برضو بمعلقة ونص دبس رمان. طبعا انا ايدي واخده على الحاجه فمش بستخدم معلقه، انا عارفه المقدار كده لان عملتها اكتر من مره فعارفه المقدار. بالنسبه للتوابل بقى، حطيت في البدايه نص معلقه كبيره من الكاري، وده هيعزز اللون والطعم معايا جدا. نزلت عليه برضو بنص معلقه آه فلفل اسود. المعلقه اللي انا بستخدمها معلقه وسط، لا هي معلقه شاي ولا معلقه اكل، لانه التوابل في الشاورما مهمه جدا عشان تعززي طعمها. وهرجع اضيف تاني حوالي تلت معلقه من بهارات الفراخ، وبعد كده هزود عليهم نص معلقة، تكون المعلقة هرمية نصها كده، من البابريكا المدخنة. وطبعا خلطة الشاورما بصراحة بتاخد معانا الشاورما لحتة تانية خالص، بس انا بزود عليها توابل عشان تحسي ان الشاورما بتاعتي كده زي ما بيقولوا محبشة. وعليها صلصة، معجون صلصة طماطم، بدون اضافة اي ملح، لان خلطة الشاورما بقى اصلا عليها ملح. ومهم جدا يا جماعه ان احنا ما نحطش اي مواد دهنيه، لا زيت ولا سمنه، على الخلطه بتاعتنا علشان الخلطه تمسك في الشاورما. هقلب كويس لحد ما الخليط بتاعي كله يمتزج مع بعضه قبل ما اضيف الشاورما. شايفين زي ما اكدت عليكم، احنا لا بنحط زيت ولا بنحط سمنه ولا اي ماده دهنيه خالص علشان الخلطه تمسك في الشاورما. هبتدي انزل بالشاورما على الخلطه واقلبها كويس جدا مع بعض لحد ما تتشرب الخلطه، لحد ما تتغلف كلها بالخلطه بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. واهم خطوه بقى، انا لما بحب اعمل الشاورما بعملها من بالليل واطلعها الصبح اسويها. انت عايزه تعمليها النهارده، سيبيها مده ما تقلش عن ساعتين على الاقل. كل ما اللحم او الفراخ قعدت في الخلطه، كل ما هتديكي طعم مثالي مثالي بجد. هغطيها وهحطها في التلاجة، وهرجع تاني الصبح اطلعها قدامكم. جينا بقى تاني يوم النهارده، انا مش هسوي الشاورما على النار النهارده. انا هجيب صينيه وهبتدي احط فيها معلقه سمنه، بس معلقه سمنه محترمه يا جماعه، مش حاجه صغيره، مش مجرد ان انا بدهن الصينيه من تحت. لا، انا احط معلقه سمنه كويسه والفها على الصينيه بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. اوزع السمنه وهيبقى قطع سمنه اسيبها في النص عادي خالص بنفس الشكل ده. وهبتدي اجيب الشاورما بتاعتي واكون مسخنه الفرن. برضو مهم جدا ان الفرن بتاعي يكون سخن
علشان الشاورما تاخد الصدمة فما تنزلش مية او سوائل كتير. هفرد الشاورما بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده على الصينية، وهدخل الصينية بتاعتي في فرن مسخن مسبقا درجة حرارة 180، وهسيبها مش هتكمل معايا من 20 ل 25 دقيقة، وهتكون استوت، مع ضرورة طبعا ان انا اطلعها اقلبها كل شوية. كده طلعتها استوت تماما، ما فيهاش اي مواد سائلة خالص، ريحتها وطعمها ولا اروع، بجد هتنفسي بتوع المحلات، كأنك عاملاها على جريل بالظبط. العيش السوري بتاعك بقى هتفرديه، عيش الشاورما ده متوفر في كل المحلات اللي موجودة، وهتسيبي الحته اللي في النص دي متنيه كده علشان تقدر تتحمل معايا الحشوه وانت بتضيفيها. طبعا انا الاولاد عندي بيحبوا جدا جدا الشاورمه اللحمه او الفراخ، اكون حاطه لهم شويه بطاطس كده في النص، بتعزز الطعم وبتبقى كويسه جدا جدا بصراحه. انت مش عايزه تضيفي ما تضيفيش. هتحطي الشاورما بتاعتك وهتوزعيها في النص كده، وبعدين هتنزلي بالموتزاريلا، ومهم جدا بقى وانتي بتقفلي الساندوتش انك تقفليه كويس، ما تخليش اي مكان انه ينزل منه اي حشو، لان زي ما قلت لك العيش ده رقيق. هتاخدي الطرفين، الطرف ده على النص والطرف ده على النص، وبعدين هتبتدي تلفي بالراحه بنفس الشكل ده، وما تضغطيش جامد علشان العيش ما يتقطعش منك. وهتكملي بنفس الطريقه لحد ما تخلصي كل كم الشاورما اللي كان عندك. احنا كده النهارده عملنا 6 ساندوتشات ب8 ساندوتش واحد بس جاي من بره، وزي ما قلت لك حاجه نظيفه وجايه، انت عاملاها تحت ايدك، ضامنه كل حاجه عندك، سواء فراخ سواء جبنه سواء بطاطس سواء تسويه، كل حاجه انت ضامناها. الجريل او الصينيه بتاعتك هتبتدي تنزلي بالساندوتشات جنب بعض كده على نار هاديه خالص، وتابعيها لانها بتحمر بسرعه جدا. احنا عايزين يدوب يدوب نشممها النار، علشان الموتزاريلا تسيح وتاخد لون خفيف خالص خالص، العيش بتاعنا ياخد لون بسيط خالص. هبتدي اقلبها، شايفين دي الدرجه اللي انا عايزاها، وزي ما قلت لك نخلي بالنا لانها بتحمر بسرعه جدا. اقلبها بقى وارجع بنفس الطريقه لحد ما تاخد نفس اللون من تحت، ونفس الطريقه لحد ما اكمل كل السندوتشات اللي عندي. طلعتها النهارده قدمتها لهم بالشكل ده. الصوصات بقى اللي انت عايزاها حطيها، مايونيز كاتشب، سلطه طحينه، حسب انت بتحبي تاكلي جنبها ايه، قدمي جنبها سلطه خضراء بتبقى جميله جدا، وشويه مخلل، وبالف هنا وصحه على قلوبكم. كده وصفتي النهارده خلصت، يا رب تكون عجبتكم ويا رب تكونوا استفدتوا بيها. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.